في مباراة طاحنة تجمع أسود الأطلس والأسود غير المروضة، وفي سهرة كروية منتخب المغرب يستضيف منتخب الكاميرون في مواجهة لا تحتمل القسمة على اثنين، وذلك ضمن منافسات دور الربع النهائي بكأس إفريقيا. موقعة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ستكون مختلفة شكلا وموضوعا. منتخب المغرب يتحتم عليه تحقيق عدة أهداف، أهمها الإمتاع والإقناع، وذلك بعد الظهور الباهت أمام تنزانيا والفوز بصعوبة بفضل هداف البطولة إبراهيم دياز برصيد 4 أهداف. المغرب لم يخسر في آخر 37 مباراة على أرضه، والتعثر الأخير كان أمام الكاميرون عام 2009 ضمن تصفيات مونديال 2010. الأسود المغربية سيسعون جاهدين لفك هذه العقدة والثأر من الكاميرون. نحن تحت ضغط كبير وهم كذلك. ستكون مباراة كبيرة وهذا هو المهم. علينا احترام هذا المنتخب. لديهم رئيس عظيم صامويل إيتو، كان لاعبا رائعا. لديهم أيضا مدرب ممتاز تولى قيادة الفريق كما فعلت أنا قبل كأس العالم. غرس مبادئ اللعب الجيدة وعقلية القوية. مع كل هذا وكما قلت سابقا علينا التواضع والتركيز على كل المنتخبات لأنها بالفعل قوية. من جانب آخر لن تكون الأسود الكاميرونية صيدا سهلا، وستكشر عن أنيابها مستندة لتاريخ مواجهات المنتخبين في أفريقيا، إذ تتفوق الكاميرون على المغرب برصيد فوزين فيما كان التعادل في مناسبة واحدة. منتخب الكاميرون لم تكن طريقه مفروشة بالورود بعد أن تخطى منتخبات صعبة في مجموعته بفوز على الجابون وموزمبيق، فيما تعادل مع بطل النسخة الماضية كوت ديفوار، ومر إلى الدور الربع النهائي بعد انتصار صعب أمام منتخب البافانا بافانا. نحن في ربع النهائي، سنلعب أمام فريق قوي جدا على أرضه، يضم لاعبين فرديين متميزين بالإضافة إلى أداء جماعي فعال للغاية. مر وقت طويل جدا منذ آخر خسارة لمنتخب المغرب على أرضه، لذا أعتقد أن هذا يعطينا دافعا أكبر. لن نوجه كلمات محددة للاعبين، بل سنطلب إليهم ببساطة اللعب. الأسود تعرف بالمنافسة الشرسة للحفاظ على السيطرة، وغالبا ما تكون نتيجة المعركة غير محسومة وتعتمد على الأعداد والتكتيك. هذه هي حال مواجهة المغرب والكاميرون التي تشكل صراعا من أجل البقاء. لمركز أخبار قنوات الكاس، جمال الشباني.